مش عارف، حاسس ان في 2025 العالم تطور قوي، كله خد حرياته، فبقت في حاجات غريبه بتحصل. فانا شايف ان انف، يعني احنا معا لقمع الحريات. هذا الفيديو بعنوان معا لقمع الحريات. هحكي لك نبذه عن يومي، انت قول لي انت معايا ولا لا. انا جالي شغل امبارح في القاهره، فرحت صد رد بسرعه وسايب مراتي وسايب حاجتي وسايب كل حاجه، وراجع بسرعه جري على اساس ان انا كل اللي في بالي عايز الحق النهارده اقعد على البحر. بدايه الموضوع في اختراع عندنا في مصر اسمه كارته، موجود في كل العالم باشكال مختلفه. الكارته دي انت بتعدي عشان تخش الطريق بتدفع مبلغ عبيط، وبتعدي العربيه اللي وراك بتعدي. سيستم موجود بقاله مئات السنين، يعني ما اتفاجئناش بيه. والكارته اللي انا وقفت عليها دي بقى لها 20 سنه مثلا. كارته الحمام، انا واقف النهارده على كارته الحمام، تلت ساعه قدامي عربيه فيرنا، الراجل مش راضي يعدي، مش راضي يدفع ال 10 جنيه. عشان تبقى انت فاهم عقليه العسكري اللي قاعد في الكارته، الراجل ده هي هاز وان جوب، انا هقعد كده والله العظيم ساعات ما بيردش السلام. هتيجي عربيه هاخد ال 10 جنيه هدي له ورقه افتح له وان جوب. الموضوع بقى سيمبل، احنا شعب سيمبل مش محتاجه. الراجل اللي قاعد راسه 1000 سيف ما يدفعش ال 10 جنيه. تلت ساعه واقفين وراه بنزمر مش بنزمر. احنا فاضل العربيه تسب. نزلت لسه هقول له يا استاذ خلاص انا معايا 20 جنيه ليا وليك، عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت دافع. طب ليه يا ابن الجزمه؟ ليه؟ ايه خطتك؟ ايه خطتك؟ انت فوق الحكومه يا ابن الجزمه، ايه خطتك؟ تلت ساعه موقف الناس. والمشكله ان الراجل ده معاه عوامه، معاه بسكليته اللي هي عجله، معاه 3 عيال، مراته جنبه يقول عليا الطلاق بالثلاثه، ومراته قاعده جنبه بتبص له انت اهبل ولا في ايه؟ يعني انت دافع ده كله، اشتريت عجله، مش عايز تدفع 10 جنيه. لحد ما جه الظابط طبعا هزقه ودفعه ومشي. قلت عادي، كل عطله وفيها خيره، اكيد اكيد اكيد. إيه؟ كان الموج عالي في البحر فمستنينه يهدى. كلمت ريم وانا على باب القريه، قلت لها ريم اطلعي على البحر انت، انا هخش انا بالمايوه، انا عايز اعوم. قاعدين على البحر قاعده جميله، والراجل مشغلنا بقى فضل شاكر الا وانا معاك. جه واد من اللي هم استفادوا بنعيم حريه الراي، اللي هو اتولد في زمن حريه الراي، مش زي ما ترباش بالشبشب زينا. حالق شعره كده وعامل هنا خريطه، قصه طويله كده. المهم معاه ايس بوكس جميل كده، جه في الشمسيه اللي جنبنا، وفجاه داس على زرار في الايس بوكس، اتاريها سماعه JBL بحجم كلبي اللي قاعد، ومشغل اغنيه. انا مش عايز ابقى زي الجيل القديم اللي هو ايه القرف اللي بيسمعه، لا انا ما فهمتش، لا انا ولا ريم، مع ان ريم اصغر مني بتاع 5 سنين، ما فهمتش. فقلنا بشازام نشغل شازام ونفهم ايه اللي بيتقال. هو طبعا الفنان القدير اسلام كابونجا، فممكن ثانيه واحده اجيب الموبايل، انا هجيب لك الكلمات اللي موجوده في شازام مش انا. اول حد جه عليا كان اخويا اللي مميز عندي، لا شفت اساوه منه وحشه ونسي ان انا منه دم ودمي، هو فلوسه شجعته انه يقل معايا ويجرحني. الكفن ملوش جيوب، اخرك متر في متر يا شيخ. انا قاعد على البحر بنبسط، وده الكفن ملوش جيوب، الكفن متر في متر يا شيخ. شكرا، السلام عليكم. ورا بقى الا وانا معاك، لا انا مش معاك، انا مش معاك في ليه. بعدين كملنا الاغنيه، قال لك ايه؟ انا حمل خصومتي وقدها، انا خصمت الجيهه كلها، اي حكايه خالصه فتحتها، عاشق الدم بحب الشر. وليد مصطفى، اهلا وسهلا بيك. قلنا معلش حريه الراي مكفوله للجميع، هقوم انا. قمت قعدت في حته بعيده، لقيت واحده احنا سميناها طنط نازلي، اللي هي شعرها احمر، ست كبيره عجوزه ولابسه لبس بنت عندها 20 سنه. وي ليسن اند وي سي وي دونت جادج. واحده بتتمشى على الشط عادي، بس هي حملت نفسها مسؤوليه، انا مسؤوله الشط النهارده. بنت قاعده سنها معدي ال 20 سنه بتشرب سيجاره، راحت واقفه جنبها، انت بتعملي ايه؟ دي مش اخلاق، بوظتوا القريه. في ايه؟ في البنت نفسها مش فاهمه انا بعمل ايه، انا بعمل ايه؟ انت مالك؟ المشكله ان الموضوع كبر قوي والناس اتلمت، فمين اللي جاي بقى ورا جري بيشوف مين اللي بيتخانق؟ ام البنت في دخلتها اتفاجئت ان بنتها بتشرب سجاير، يعني بان على وشها ان البنت دي بتشرب سجاير من ورا امها. بس ام البنت خدت الاتيتيود المصري بتاع ايه، انا هدافع عن بنتي وبعدين اشوف القصه. فقالت لها وانت مال امك؟ انا بنتي بتشرب مخدرات عادي. البنت نفسها بس مخدرات انا عادي، وراحت ماسكه السيجاره من بق بنتها حطها في بقها، وواضح جدا ان الست دي اول مره تجرب السيجاره، فاول ما خدت اول نفس جالها كومه كحه الشط كله اتلم على الست بتموت. وقفلنا الشط، واليوم كله اتضرب، كل ما الناس تيجي تطبطب عليها كله تمام ما عدا الست اللي اتخانقت مع بنتها، انت ما وراحت واقعه. وخدنا بعضينا ورجعنا البيت، لبست لك التيشيرت الحلو ده وقلت عايشك معايا اجواء يومي الجميله. فانا بقول كفايه حريه راي، ما نرجع تاني لزمن الشبشب الجميل. وبما ان انا في الساحل الطيب، فالشقه دي عندنا بقى لها كتير قوي، فانا لقيت حاجه ثانيه واحده اوريها لك، لحظه واحده. بص لقيت ايه تحت السرير؟ فاكرين ده؟ حد فاكر ده يا جماعه؟ حد عدى عليه ده؟ ما تيجي نرجع للزمن ده، لان واضح ان زمن الحريات طلع علينا مجتمعات جديده، والريمبو والLGTB والناس اللي بتتحول والحاجات اللي المفروض احنا كلنا نوافق معاها عشان احنا سيفلايزد وتمام وبنتفق. ما تيجي نرجع للزمن الجميل، هنرتاحكم. يعني تخيل كده البني ادم ينزل من بيته وذ وان تاسك، مثلا الراجل اللي معدي الكارته، انا رايح الساحل، اي حاجه هتوقفني كارته اتفضل وان تاسك. الواد اللي نازل بايس بوكس فجاه اتقلب سماعه، ده انا هنزل اترزي في الساحل هسمع اللي شغال، مش لازم افرض شخصيتي على المجتمع. طنط نازلي اللي ماشيه تنظر على البتاع ده هتمشي في حالها، هتمشي كده تشوف بنت بتشرب سجاير وبينها وبين نفسها تقول جيل بايظ زي زمان وتمشي بس، وتبقى الحياه جميله وحلوه. نرجع لزمن قمع الحريات، على الاقل اسبوعين الساحل، وبعد كده ارجعوا زي ما انتم كنتوا عايزين.